يا بنتي اهدي بس، ما تكبريش الموضوع. ما كبرش الموضوع ازاي؟ يعني ايه يجي رمضان وما يجيبليش بوكس رمضان وفانوس؟ برضه هتقولي فانوس؟ يا بنتي انت كبرتي. ولو احنا في رمضان. الله، هو إيه علاقة رمضان بالفوانيس اصلا؟ أول ما بتشوف الفانوس متعلق في البلكونات أو في إيد طفل بيغني وحوي يا وحوي بتعرف فورا إن رمضان وصل. بس الحكاية ورا الفانوس ده أبعد بكتير من مجرد زينة. البداية كانت في القاهرة سنة 358 هجرية، وتحديدا يوم دخول المعز لدين الله الفاطمي لمصر، لما المصريين خرجوا يستقبلوه بالليل وهم ماسكين مشاعل خشبية منورة بالشموع. وعشان الشموع دي ما تطفيش من الهواء حطوها جوه إطار خشبي متغطي بالجلد أو قماش رقيق. ومن هنا اتولدت فكرة الفانوس كوسيلة إضاءة. ومع الوقت الفانوس ما بقاش مجرد لمبة، ده بقى قرار سيادي لما الحاكم بأمر الله الفاطمي أمر إن كل صاحب بيت يعلق قدام بابه فانوس علشان ينور الشارع. وأمر كمان إن الستات لما يخرجوا بالليل لازم يمشي قدامهم طفل وشايل فانوس. ومن هنا ارتبط الفانوس بالأطفال وبقى هو لعبتهم المفضلة في رمضان. والصناعة نفسها اتطورت في مصر بشكل مبهر.